في كاليفورنيا سنة 2003 في مدينة بيكرزفيلد في الولايات المتحدة الأمريكية عيلة كاملة اتقتلت. يوم 8/7 سنة 2003 جت مكالمة للشرطة من واحدة اسمها كيلسي، كلمتهم وصوتها كله عياط وقالت لهم أنا رحت بيت صاحبتي ولقيت باب الجنينة مفتوح، ولما دخلت البيت لقيت صاحبتي غرقانة في الدم على سريرها. بعد المكالمة دي رجال الشرطة راحوا فورا على مكان الجريمة، فدخلت الشرطة البيت ولقوا 4 أشخاص مقتولين. بس الغريب إن المحققين لاحظوا إن البيت كله متأمن، يعني البيت أصلا متحوط كله بالحديد، وكمان الشبابيك بتاعة البيت كانت حديد، فمن الصعب إن حد يدخل البيت ده بسهولة ويقتلهم. فيا ترى إيه اللي حصل يخلي العيلة دي تتقتل بالوحشية اللي انتوا شايفينها؟ المنظر كان صعب على الشرطة والمحققين، وبعدها المحققين راحوا لأوضة النوم وشافوا واحدة ست مقتولة على السرير بطلقة رصاص في راسها، جنبها بنتها اللي عندها 2 سنين متصابة برصاصة، وعلى الناحية التانية برضه ابنها متصاب بطلقة رصاص في راسه. يعني كده في 3 أشخاص مقتولين على السرير بنفس الطريقة. المحققين بعد ما كملوا تفتيش في باقي البيت اتفاجئوا بجثة رابعة. الجثة كانت لواحدة كبيرة في السن ومتصابة بطلقة رصاص فوق عينيها وطلقة رصاص برضه في جسمها، لكن الغريب إن كان في مسدس جنب منها، وده خلى المحققين ساعتها يفكروا هو المسدس ده بتاع الست دي وهي اللي قتلت العيلة وبعدين قتلت نفسها، ولا ايه اللي حصل بالظبط؟ في الحقيقة المحققين وقتها استبعدوا الاحتمال ده، لأن لما مسكوا المسدس كان لسه فيه رصاص وما كانش حد استخدمه، وكمان لقوا الرصاص اللي الناس مقتولة بيه في البيت كان عيار 22، إنما المسدس اللي لقوه ما كانش من نفس العيار، وإن المجرم استخدم سلاح تاني غير الموجود ده. بعدها المحقق رن على كيلسي صاحبة العيلة وقال لها إن إحنا لقينا 4 أشخاص مقتولين جوه البيت، واللي هم الست الكبيرة صاحبة البيت وبنتها جوني هاربر اللي عندها 30 سنة، وابن جوني اللي عنده 4 سنين واسمه ماركس، وبنتها كنزي اللي عندها 2 سنين. ساعتها كيلسي قالت للمحققين ان البيت ده فيه 5 اشخاص مش 4 بس، وقالت له ان في بيبي صغير عنده 1.5 شهر اسمه مارشل. فالشرطه استغربت وبداوا يدوروا على البيبي ده علشان يشوفوه موجود ولا القاتل خطفه. في الاخر اكتشفوا ان كان جنبهم على السرير بس كان تحت المخدات، وللاسف هو كمان كان مقتول بطلقه رصاص. المحققين وقتها كانوا متاثرين جدا بالجريمه دي، وقالوا مين اللي عنده جرأه وقلب قاسي بالشكل ده عشان يعمل في العيله كده ويقتل كل البيت بدون رحمه، حتى الاطفال الصغيرين وقتها ما رحمهمش وقتلهم. الشرطه لاحظت ان البيت كله متكركب والادراج كلها متفتحه واوراق وهدوم مرميه في كل مكان في البيت، واللي شد انتباههم شنطه كانت مرميه على الارض وكانت كل حاجه طالعه منها، بس الغريب ان كانت كل حاجه موجوده في الشنطه، يعني لا فلوس ولا حتى فيزة البنك كانوا مسروقين، ومفيش كمان اي حاجه في البيت غاليه اتسرقت. الشرطه وقتها كانت عايزه توصل للقاتل باي طريقه، وحاولوا يعرفوا معلومات اكتر عن العيله دي، وعرفوا ان الست الكبيره صاحبه البيت ده كانت مهتمه بحقوق الانسان جدا وبتدافع عن اي حد مظلوم، وبنتها جوني كانت متجوزه من واحد اسمه فينست براذر وكانوا عايشين حياه كويسه، وجوني كمان كانت مبسوطه معاه. فينست جوزها اللي بنتكلم عنه كان شغال وكيل في المدرسه. المحققين وقتها استدعوا كيلسي صاحبه البيت وعرفوا منها ان اخر يوم شافت فيه العيله كان يوم الحد في الكنيسه اللي هو يوم 6/7 سنه 2003، وقالت ان من عادتهم كل يوم حد بيروحوا الكنيسه وبعدها يعدوا يتغدوا في مطعم ويرجعوا البيت ويناموا شويه وبعدها يرجعوا الكنيسه تاني، وقالت ان يوم الجريمه راحوا الكنيسه الصبح ومحدش رجع تاني بعد الظهر، فعشان كده قلقت وحسيت ان في حاجه غلط ورحت لهم البيت وحصل اللي حصل. بعد التحقيق الشرطه اتاكدت من كلام كيلسي وان اللبس اللي كانوا لابسينه وهم مقتولين فعلا هو لبس الكنيسه، ولما عملوا تحليل للضحايا لقوا ان اخر حاجه في معدتهم كان اكل المطعم اللي بيتغدوا فيه بعد الكنيسه. والشرطه قالت ان ممكن يكون حد قريب جدا من العيله هو اللي عمل الجريمه دي، لان عارف بيرجع البيت امتى ويومهم ماشي ازاي، ده غير كمان ان البيت متقفل من جميع الجهات، فصعب ان حد غريب يدخل البيت من غير ما يكسر اي حاجه ولا يعمل اي شوشره. المحققين وقتها سالوا كيلسي عن جوز جوني، وقالت ان جوز جوني كان مسافر وقتها، راح يزور اخوه في اوهايو وبعدها راح يزور امه في اليزابيث سيتي. وفي نهايه اخر يوم في التحقيق المحققين جات لهم مكالمه من اسم الشرطه اللي في اليزابيث سيتي، وعرفوا منهم ان فينست واخوه وامه راحوا اسم الشرطه اللي هناك اول ما عرفوا باللي حصل لعيلته. المحققين وقتها سافروا فورا علشان يحققوا مع فينست، واول ما وصلوا سالوه تفتكر مين اللي يكون عمل كده، بس هو كان منهار من العياط والصراخ وبيقول كلام غير مفهوم زي كلام اطفال كده، زي انا عايز اروح ويا ماما الحقيني. فالمحقق ما كانش قادر يفهم هو فينست بيعمل كده من تاثير الصدمه ولا بيحاول يخبي حاجه تبع الجريمه. المحققين وقتها خلوه يمشي بس اعتبروه مشتبه اول في الجريمه لان ما عرفوش ياخدوا منه اي معلومات، بس بعدين اكتشفوا ان يوم الحد اللي حصلت فيه
الجريمه فينس استخدم الفيزا بتاعته في ولايه اوهايو، يعني يوم الجريمه فعلا كان في ولايه تاني بعيد عن البيت. فالشرطه استبعدت فينس من الجريمه لان كده عنده حجه غياب قويه جدا. فينس رجع وقتها علشان يحضر جنازه عيلته، والناس كلها كانت زعلانه على العيله دي، وكان في الجنازه في اكتر من 3000 شخص، منهم ناس اصلا ما يعرفوش العيله دي بس متاثرين باللي حصل. فينس كان اكتر واحد متاثر ومصدوم وما كانش عارف يمشي في الجنازه، وعدى اسبوع على الجريمه والشرطه ما كانتش عارفه توصل للقاتل، فقرروا يدوروا على معلومات اكتر عن العيله دي. فسالوا ناس قريبه من العيله وعرفوا ان الست الكبيره صاحبه البيت كانت ناشطه في حقوق الانسان، وانها دايما كانت خايفه ان الموضوع ده يجيب لها المشاكل، فعشان كده اشترت مسدس قديم وحطته في البيت احتياطي. يعني الشرطه قالت يمكن حد هددهم ولا حاجه، ورجعوا يدوروا في البلاغات اللي جات لهم مثلا من العيله دي، بس اصلا وقتها ما لقوش اي بلاغ من العيله. كمان سالوا عن اي مسجلين خطر في المنطقه، برضه ما لقوش اي حد مسجل خطر وكل جيرانها كويسين. الشرطه احتارت اكتر في مين عمل كده. في الوقت ده تقرير الطب الشرعي طلع وعرفوا ان كل افراد العيله اتقتلوا بالرصاص، حتى الاولاد الثلاثه الصغيرين برضه اتقتلوا بالرصاص. جدتهم الكبيره كانت اخده طليتين، اما بقى امه جوني كانت اخده 5 رصاصات في جسمها، ده غير 5 طعنات في ظهرها. يعني القاتل وقتها ما قتلهاش بالمسدس بس، لا ده كمان بعد ما قتلها اداها 5 طعنات في ظهرها. الشرطه حست ان اللي عمل كده كان مستهدف جوني في الاول، لان هي اللي اخده طلقات وطعنات كتير، زي ما يكون حد بيكرهها وعايز ينتقم منها. فتفتكروا مين اللي عمل كل ده ومين اللي كان بيكرهها بالشكل ده؟ المحققين كانوا محتارين واستدعوا صاحبة البيت كيلسي للمرة الثالثة وسألوها عن علاقة جوني بجوزها، فقالت إن هم كانوا متجوزين بس وقت الجريمة كان بينهم انفصال ومتطلقين، لأن فينس وقتها كان بيتصرف بكل حريته وكان بيعمل تصرفات غريبة كأنه عازب. ده كمان قالت إن هو كان بيخون جوني مع ستات كتير وكان بيسيب البيت بالشهور وما يسألش عليها. جوني وقتها كانت بتحاول معاه عشان العلاقة بتاعتهم تبقى كويسة وتحافظ على بيتها. المحققين بدأوا يشكوا في فينس من تاني، بس كانوا محتاجين أدلة علشان تأكد شكهم فيه. ده غير إنه طبعا عنده حجة غياب قوية جدا زي ما قلت لكم، وحجة الغياب دي إن هو كان في أوهايو واستخدم الفيزا هناك، فإزاي واحد يستخدم الفيزا وهو في ولاية تانية ويقتل مراته في نفس اللحظة؟ بعدها سافرت الشرطة على أوهايو علشان يحاولوا يلاقوا دليل ويشوفوا كاميرات المراقبة في المحل اللي فينس تستخدم الفيزا فيه، عشان الشرطة وقتها ما كانتش عارفة تاخد معلومات من فينس، وده بسبب حالته النفسية وإنهم كل ما يسألوه يعيط وينهار. فقرروا ياخدوا أقوال أخوه، وقبل أخوه سألوه هو إمتى فينس توصل أوهايو، فقال لهم يوم 2/7. فسألوه وأنت كنت معاه لما فينس تستخدم الفيزا في المحل هنا؟ أخو فينس ساعتها اتوتر وغير كلامه، والمحقق ضغط عليه وقال له إن أنا معايا تسجيلات المراقبة بتاعة المحل، وهددوه إن لو اكتشفوا إن بيكذب هيعتبروه شريك مع اخوه في الجريمه. وبالفعل لما شافوا كاميرات المراقبه بتاعه المحل اكتشفوا ان اخو فينست هو اللي كان في المحل وان هو اللي استخدم الفيزا يوم الجريمه. بعدها اخو فينست من التوتر اعترف وقال ان هو اللي استخدم فيزا اخوه، وقال لهم كمان ان هو اللي طلب مني كده وانا ما كنتش اعرف ليه، وانه طلب مني ان انا اشتري شويه حاجات من المحل ووقع باسم فينست براذر على اساس ان هو اللي كان موجود في اوهايو. الشرطه ما وجهتش اي اتهام لاخو فينست لانه كان واضح ان فينست استغله علشان يداري على جريمته. دلوقتي فينست ما عندوش اي حجه غياب وانه كان مسافر، بس في نفس الوقت الشرطه كانت بتدور على دليل مادي يثبت عليه الجريمه، فقرروا ان هم يراقبوه ويراجعوا خط سيره، وعرفوا من شركه الطيران ان سافر يوم 2/7 لاوهايو وما رجعش بعدها تاني بالطياره على بيكرسفيلد، وقالوا احتمال كبير يكون سافر بالعربيه مش بالطياره. طبعا المسافه اللي انا بحكي لكم عليها دي مسافه كبيره جدا لو اخدها بالعربيه، وبالفعل توقع الشرطه كان صح، لانهم عرفوا انه اجر عربيه من يوم 2/7 ليوم 11/7، ولما شافوا عداد العربيه وقت التسليم لصاحب العربيه عرفوا ان العربيه مشيت حوالي 5400 ميل، يعني مسافه كبيره، وده دليل مهم جدا. بس الشرطه برضو كانت عاوزه ادله اكتر وعايزين يعرفوا هو ليه قتل عيلته كلها. الشرطه بدات تسال الجيران علشان لو حد فيهم يعرفوا او شافوه اليوم ده، واتنين من الجيران قالوا ان هم شافوا فينست قبل الجريمه بيومين وكان بيتمشى حوالين البيت بالليل، وكان ماشي لوحده وشكله كان متوتر وقلقان. وكمان كانت في واحده فاتحه محل شافته يوم 4/7 وكانت بتتكلم معاه. ودلوقتي الشرطه اتاكدت ان هو كان فعلا موجود في المدينه. الشرطة عملوا تحريات أكتر عنه وعرفوا إن كان وكيل مدرسة زي ما قلت لكم، وبيشارك في أنشطة تبع المدرسة وتبع الكنيسة، وكان باين للكل إن هو راجل محترم جدا. بس الشرطة عرفت الجانب السيء من شخصيته وعرفوا إن عنده علاقات فعلا مع حريم كتير. فالمحققين وقتها استجوبوا كل الستات اللي كانوا يعرفهم واكتشفوا إن كل واحدة فيهم ما يعرفش أصلا ستات تاني غيرها. كل العلاقات دي كانت قبل الجريمة وبعدها برضه، يعني مراته ماتت وبرضه كمل في عمايله عادي. ولما استجوبوا صحابه
قالوا هو يبان انه كويس وشخصيته حلوه بس هو عكس كده، واصحابه كانوا اوقات بيخافوا منه لان هو عنيف وعصبي. والمحققين اكتشفوا ان قبل جوازه من جوني ب10 سنين كان متجوز واحده ومخلف منها طفل، وكان عاوز يقلل فلوس النفقه بتاعته. والشرطه اكتشفت ان من كتر علاقاته مع الحريم عاوز يخلص من مراته وعياله علشان يقدر يصرف على الحريم التانية اللي في حياته. وفي مايو سنه 2004 الشرطه قبضت على فينيس بتهمه قتل 5 اشخاص من الدرجه الاولى. المحاكمه كانت في يناير سنه 2007، والمدعي العام ساعتها خمن سيناريو مسرح الجريمه، وقال ان بعد ما العيله رجعت من الكنيسه راحوا علشان يتغدوا في مطعم، وبعدين رجعوا البيت علشان يناموا شويه، وبعدها فينيس دخل البيت من باب الجنينه ودخل اوضه النوم اللي فيها جوني واولاده ال3، وخلص على جوني الاول ب5 طلقات رصاص، وبعدها ولاده. حماته طلعت وقتها على صوت الرصاص وهي خايفه، وكانت ماسكه المسدس بتاعها. ساعتها اول ما شافها فينيس ضرب عليها الرصاص مرتين، عشان كده المسدس بتاعها كان مرمي جنبها في الارض وما كانش فيه اي طلقه ناقصه من المسدس بتاعها. فالراجل اللي احنا بنحكي عنه ده كان شيطان على هيئه بني ادم. واللي يضايق في الموضوع اكتر انه عمل كده علشان بس علاقاته الحرام. المحكمه وقتها قررت ان هي تحكم عليه بالاعدام. وهنا يا عزيزي المشاهد تكون نهايه القصه. لو عجبتكم متنسوش تشتركوا في القناه وتدوا لايك للفيديو، ويلا مع قصه تانية. سلام.